أهلا بيكم من جديد. في سنة 2016 مينا كان شغال شيفت ليل في سنترال قديم تابع لشركة اتصالات حكومية في وسط القاهرة. المكان كان شبه مهجور، الدور اللي بيشتغل فيه كله أجهزة قديمة، وساعات الحيطان نفسها كانت بتطلع طنين خفيف كأن المبنى بيتنفس. الشغل ممل لكن آمن، أو ده اللي كان فاكره. الساعة كانت 2:45 الفجر لما سماعة خط داخلي قديم رنت. مينا رد عالي: ألو سنترال. مفيش حد رد عليه. ثانيتين صمت، وبعدين الصوت جه من الناحية التانية. قال بهدوء غريب: انت ليه دايما بتسيب الكوباية على طرف المكتب؟ مينا بص حواليه. الكوباية فعلا كانت على طرف المكتب، وحطها كده من 5 دقايق. سأل: مين معايا؟ الصوت قفل. من الليلة دي المكالمات بقت شبه يومية. الغريب ان الصوت كان بيعرف حاجات لسه محصلتش. مرة قاله بعد شوية الكهرباء هتقطع، هبش، وفعلا بعد أقل من دقيقة النور فصل. مرة تاني قاله اوعى تفتح الباب دلوقتي. مينا سمع حد بيعدي في الممر وبيخبط على باب الأوضة اللي هو فيها، بس ما فتحش. الشك، مينا ابتدى يشك في نفسه إن ممكن يكون ده بسبب قلة نوم أو توتر أو هلوسة. قرر يعمل حاجة بسيطة. كتب في ورقة جملة عشوائية وحطها في درج المكتب وقفل. بعد نص ساعة السماعة رنت. الصوت قاله: الكلمة اللي انت كتبتها غلط، انت كتبت ضباب مش باب. مينا فتح الدرج، الورقة كان مكتوب عليها فعلا كلمة ضباب. في الليلة اللي بعدها سجل المكالمة، ولما رجع البيت وسمعها الدم نشف في عروقه. الصوت اللي كان بيكلمه كان صوته هو، نفس النبرة، نفس التلعثم البسيط اللي في آخر الجمل، بس أهدى وكأنه فاهم أكتر. مكالمة الساعة 3:33. ليلة هادية، الساعة 3:33 الفجر. السماعة رنت تاني. الصوت قال: اسمعني كويس، انت مش المفروض تكون هنا. مينا سأله بصوت واطي: انت مين؟ الصوت رد: انا انت، بس بعد ما كملت اللي انت لسه هتعمله. الصوت قاله وحذره: في مكالمة هتجيلك بعد 2 دقايق، اوعى ترد عليها. لو رديت عليها هتيجي تاخد مكاني هنا. مينا ضحك بتوتر: مكانك فين وفي ايه؟ الصوت سكت شوية وبعدين قاله: في خط التليفونات. المكالمة الأخيرة بعد 2 دقايق بالظبط السماعة رنت. مينا بص عليها بتردد، وفجأة سماعة تانية رنت في نفس الوقت. الخطين بيرنوا والاسم على الشاشة واحد: مينا. مينا مد ايده وفضول وتردد، وللأسف رد. مفيش صوت طلع، ومفيش أي صوت جه من الناحية التانية. بس فجأة كل الأجهزة اشتغلت مرة واحدة، الخطوط كلها رنت مرة واحدة، وبين الرنين مينا سمع صوت مسجل بيقوله: لو انت سامعني دلوقتي يبقى الدور عليك. النور فصل والدنيا ضلمت. تاني يوم الأمن لما جه لقي السنترال فاضي ومفيش أثر لمينا. بس في سجلات السنترال من الليلة دي في موظف بيجي كل يوم في شيفت الليل بنفس الاسم وبنفس الصوت، بس مش مينا، ده حد تاني. لو عجبك القصص دي متنساش تحط لايك واشتراك لقناة كركر، لأن اللي جاي أظلم بكتير.